أسعدتم مساء أعزائي المشاهدين مع حلقة تحت عنوان الوجود الكردي في بلاد الشام قبل وأثناء الحكم الإسلامي. ضيفي هو علي شيخو برازي، مواليد كوباني، وهو كاتب وفنان تشكيلي أقام معارض في عدة دول مثل سوريا، لبنان، كردستان، تركيا، كما لديه عدة مؤلفات. فمرحبا بك سيد برازي. أهلا بك وبمشاهديك، وأرجو أن تكون هذه الحلقة مفيدة للذين يتابعون المجال التاريخي أو يهتمون بالمجال التاريخي. أنا أعرف هذه المعضلة لدى الكرد، فالقلة القليلة منهم يتابعون مواضيع كهذه. طبعا ليس الكرد وحدهم والعرب كذلك. موضوع التاريخي هو موضوع خاص، يعني خاص بقراء التاريخ وبالباحثين وهواة التاريخ، ليس موضوعا شاملا. يعني صح. أنا هيك بشوف الموضوع. صح كلامك صحيح، ليست مشكلة. المهم هي المعلومة. يعني نحكي كوكتيل، شوي عامي شوي عربي. احيانا الناس ما بتحب انه نعم اللهجه العربيه ما الفصحى. تحب الجمود. صح، الفصحى فيها جمود شوي. صح. خلينا نرجع على السؤال الاول: هل كان للكرد تواجد في بلاد الشام قبل مجيء الاسلام؟ نعم. يعني كما للعرب وجود حسب المصادر التاريخية، أو بالأصح حسب الروايات التاريخية وليس حسب المصادر التاريخية. ليس هناك مصادر تاريخية قبل الإسلام بالنسبة للعرب، أي مسألة الآثار ومسألة الحضارات، مسألة اللغة الأثرية التي تختص بشعب معين بسوريا، هي يعني بالغالبية تقع في خلينا نقول دائرة الروايات. فالكرد الساسانيين أصلهم كرد، والذين حكموا المنطقة أكثر من 425 سنة. كان ضمن الجيش الساساني وضمن الوجود الساساني في بلاد الشام وغير بلاد الشام حجم كبير للكرد، وخاصة في سواحل بلاد الشام، أي سوريا ولبنان. طبعا كانت حتى في أثناء الحكم البيزنطي كان للكرد وجود كبير في بلاد الشام بين 600 و 613 614 في مصادر تاريخية تذكر هذا الشيء. ليست روايات، لكن أنا قلت أنه مسألة الروايات أن عندما العرب 613 614 أقصد أنه بعد الميلاد، قبل الميلاد، الوجود الكردي والوجود العربي في بلاد الشام ما قبل الإسلام هو يعني مجرد روايات. ليس هناك تفاصيل ومسائل، خلينا نقول مسائل دقيقة بهذا الشأن التاريخي. يعني بالعامية مثلنا مثل العرب، ليس لنا لغة تاريخية، لكن في العهد الإسلامي لنا وجود حضاري ببلاد الشام. التاريخ يذكر هذا الوجود بتواريخه يعني. فالكرد وجدوا بقوة ببلاد الشام، وخاصة يعني بلاد الشام وخاصة سوريا لها أهمية كبيرة بالنسبة للتاريخ الشعب الكردي. فالتنوع العرقي والديني في سوريا عبر التاريخ
جعل منها وجهة الكثير من الشعوب وخاصة الشعوب المجاورة، وكانت الحروب دورا كبيرا في ذلك، حيث إن القبائل الكردية سكنت منذ فترة بعيدة في بلاد الشام وخاصة المدن والمناطق الجبلية قرب الساحل السوري، واندمجوا مع سكان سوريا من حيث الثقافة، وتأثروا مع المرور الزمن باللغة العربية في عهد الإسلام. طبعا أنا بالنسبة لي ما قبل الإسلام هو موجز. طبعا إذا أردنا أن نتحدث بشكل خاص عن الوجود الكردي ما قبل الإسلام يجب أن نتحدث عن المراجع حتى المستمع يصل إلى معلومة حقيقية عن هذا الوجود. لكن راح نتوقف بشكل عام عن التاريخ الكردي في سوريا أو الوجود الكردي في سوريا كشعب، كمكون من مكونات الشعب السوري الذي يتكون من عدة إثنيات وقوميات وثقافات مختلفة، مثلا العبرانيين، السريان، الآشوريين، التركمان، الفرس، كل هذول كانوا موجودين بسوريا بأول دخول الإسلام لبلاد الشام. أستاذ علي، خلينا هيك بالمختصر نحكي عن الوجود الكردي في بلاد الشام قبل مجيء الإسلام مع المصادر. أنا ليش قلت إنه بدأ يعني بيانات تاريخية، لازم واحد يوقف على هذه البيانات وعلى المصادر، يحتاج بحث خاص، وهذا يعني خلينا نخلي له حلقة خاصة. خلينا نعبر هذه الحلقة من خلال يعني موجز عن كل وجود السوري عبر التاريخ الإسلامي وما قبل الإسلام، ونرجع في حلقة خاصة نعتمد على البيانات التاريخية والمصادر ونحكي بشكل أكثر تفصيلا عن الوجود الكردي ما قبل الإسلام. تمام. إذا مثلا الوجود الكردي في حمص وحماة، الأراضي العليا خلينا نسميه، أي غرب المدن السورية الغربية أو الداخلية مثل حماة وحمص، من أقدم المناطق التي سكنها الكرد. طبعا هذا الوجود له امتداد ما قبل التاريخ الإسلامي، وخاصة وجود الأكراد في حصن الأكراد الذي ذكر في عام 1031 ميلادية. هذا الوجود كان وجود عسكري، ثم وجود عام بالنسبة للأكراد. وقصة خلينا نقول حصن الأكراد معروف تاريخيا بسوريا، منطقة استراتيجية هامة بين حمص وموانئ طرطوس وطرابلس الساحلية. ومع بداية العصر العثماني سكن الكرد في مناطق المحيطة أيضا. تمام. هلا فيك نعم. تحكي بعد زوال الدولة الحمدانية حكمت حمص قبيلة بني كلاب العربية، وكان حاكمهم فيها شبل الدولة بن مرداس الذي أسكن الكرد في القلعة التي تقع على طريق طرابلس وهي حصن الأكراد. طبعا بنفس الوقت هشام بن عبد الملك أسكن 60,000 عربي بمنطقة حران بأورفا. كانت أورفا عاصمة، يعني كانت حران عاصمة أورفا أو ولاية أورفا، خلينا نسميه بذاك العهد، بالعهد يعني نهاية العصر الأموي تقريبا، لأنه كان الوجود العربي ضمن الوجود الكردي يتعرض للكثير من المخاطر.
مروان بن عبد الملك جاب 60,000 عربي للمنطقة حتى يحمي نفسه. بالمقابل أخذوا يعني المرداسيين أخذوا الأكراد لقلعة الحصن، وكانوا قصدي قلعة الأكراد أو حصن الأكراد اللي كانوا لهم وجود سابقا، فسكنوا بقوة بتلك المنطقة بمنطقة حمص. أما بمنطقة جسر الشغور أو منطقة الحفة، هي تابع الأكراد أغلبيتهم تابعين لمنطقة الحفة، وجودهم كمان يعود للعهد الأيوبي، ومع عهد العثماني كثروا الأكراد بتلك المنطقة. يعني صار أكثر من 10 عشائر كردية في الساحل السوري بمنطقة جسر الشغور ووادي الشيخان والحفة اللي معروف بمنطقة الحفة. أكثر من 50 قرية كردية بتلك المنطقة حاليا، يعني بالأسماء هاي كمان ممكن نمر عليها بشيء من التفاصيل ضمن حلقة ثانية. بحلب نفس الوجود، يعني كانوا موجودين أثناء الدولة النورية، ثم وجدوا كعشائر وكمكون مدني بحلب. فحلب كان لها سور قبل، يعني سور حلب حاليا ما له أثر، لكن حلب بعد القلعة محيط القلعة كان في سور مثل باقي المدن. هذا السور كان له عدة أبواب، يعني شيء 7 8 أبواب. واحد من الأبواب اسمه باب الأكراد، وفي حي اسمه حي الأكراد بحلب. هذا هذه المصادر يعني من طبيبان اللي كانوا في 1750 بحلب، كتبوا يعني تفاصيل حياة الحلبيين والريف الحلبي، حتى مذكور بهذا هو اسمه تاريخ الحلب الطبيعي. بهذا الكتاب يذكر وجود الكردي بحلب بحجمه الحقيقي مع وجود القبائل الكردية في ولاية حلب، بمنطقة العمق، بمنطقة عفرين، بمنطقة جبل الأكراد، بمناطق أخرى مثل حمص، خاصة عندما يذكر القبائل الرشوانية. الرشوانيين كانوا موجودين بكثرة ببلاد الشام قبل العهد العثماني وأثناء العهد العثماني. كان لهم إمارة بكلس تمتد لحتى حمص، وبقت هذه الأراضي ضمن سيطرة هذه القبائل في العهد العثماني. يعني حتى عام 1800 كان لهم وجود دائم لحتى هذا التاريخ بجبال الحص. كان في 12,000 خيمة من عشيرة الرشوان كأكراد رحل. أما الوجود المدني في حلب كان وجود قوي. خلينا نذكر عن الرقة كمان. الرقة كانت موجودة، الكرد موجودين في الرقة في العهد الأيوبي، وهناك آثار في الرقة، في آثار ضمن سور الرقة أو سور الرافقة، لأن الرقة كانت تقسم للرقة والرافقة. ففي الرافقة في بناء أثري اسمه قصر البنات، هذا سموه قصر بنات بالآونة الأخيرة. في العهد الأيوبي كان اسم هذا القصر بمارستان، يعني كان مشفى بالعهد الأيوبي، والاسم اسم كردي بمارستان، يعني مشفى باللغة العربية. طبعا تعرضت للدمار في العهد المغولي عند احتلال المغول تلك المنطقة بلاد الشام وغيرها. دمرت نهائيا وظلت خالية الرقة لحتى 1750. في 1750
أسكن العثمانيون العشائر الكردية الملية، عشيرة المليين والشيخان، أسكنوهم في بوادي الرقة، لأن الرقة ما كانت مسكونة. الرقة يعني صار فيها سكان ب 1864 تحديدا، أول ما وجدوا العثمانيين كدولة كقانون. العشائر العربية لحتى تلك الفترة ما كانوا موجودين بالرقة، باعتبار ما كان لهم علاقة بأمور الدولة كموظفين أو تجار أو زراعيين. الأكراد كانوا يعملون ضمن هذا الإطار في هذه الأعمال، الوظائف الحكومية والزراعة والتجارة. طبعا الوجود القديم لكل مكونات بلاد الشام، أنا من خلال قراءاتي للتاريخ وجدت أنه كل طائفة دينية تبحث عن الطائفة الدينية، تذكر الطائفة الدينية بتلك المنطقة ولا تذكر القوميات. على سبيل المثال اليهود الذين كتبوا عن سوريا كتبوا عن الوجود اليهودي، لم يكتبوا سوى عن الوجود اليهودي في مدن السورية أو في سوريا عامة. المسيحيين نفس الشيء، كتبوا عن الوجود المسيحي في سوريا. العرب نفس الشيء، كل المؤرخين العرب كتبوا عن الوجود العربي أو الوجود الإسلامي بدون ذكر اسم القوميات الموجودة في سوريا قبل الإسلام، قبل مجيء الإسلام. فهم كتبوا عن بلاد الشام أثناء الوجود الإسلامي، لكن ما كتبوا بالتفصيل من كان في بلاد الشام، كم كان عددهم. لكن في كثير من المجالات اضطروا أنه يذكروا هذه القوميات، كونهم شاركوا في القطاعات العسكرية، شاركوا في المحاكم، شاركوا في دواوين الدولة الإسلامية الفتية بذاك العهد. اضطروا أنه يستخدموا هذه القوميات التي لها خبرة بمجال الدولة، لها خبرة ثقافية وفي مدنية في إدارة الدولة، فاضطروا أنه يذكروا أسماء القوميات أو الرجالات التي تنتسب لتلك القوميات، العبرية والسريانية والكردية والفارسية إلى آخره. تمام أستاذ، خلينا نعتبر الحلقة مقدمة، يعني مقدمة أو تمهيد لحلقات تانية مشان نتعمق بالموضوع فيما يتعلق بالكرد في الرقة، حما، جبل الأكراد مثل تسميته. يعني طبعا نحن عم نحكي التواجد الكردي في بلاد الشام، ما عدا الأرض الكردية الممتدة من عفرين إلى ديريك المعربة إلى المالكية طبعا. نعم، يعني هذه الحلقة فلتكن هي موجز عام عن بلاد الشام. في حلقات الأخرى سنذكر المصادر. جيد. كل معلومة نذكر المصدر الإسلامي والمستشرقين وكتاب الدولة العثمانية وغير الدولة العثمانية. نجمع كل هذه، يعني نخلي كل هذه المعلومات وهذه المصادر تحت ايد القراء لحتى يراجعوا ما عم نبحث بهذا الموضوع اللي عم نبحث عنه، حتى يتأكد من هذه التواريخ وهذا الوجود وهذه الثقافة في بلاد الشام، ليعود إلى تلك الكتب ويراجع بنفسه هذه المصادر ويقارنها مع وجود باقي المكونات السورية.